الصورة الحلوة دي رسمها في الاول معلمنا لوقا الانجيلي. هي الصورة اللي اترسمت دي واتاخدت بقيتها منها بقية كل الموديلز بعد كده على حسب كل الكالتشر وعلى حسب كل بلد وثقافة. لكن الصورة الحلوة بتاعت دي اسمها ثيوتوكوس. يعني ايه ثيوتوكوس؟ يعني والدة الاله. الصورة بتاعت دايما ما نحبش الكنيسة تصور الست العذراء لوحدها، دايما يكون معاها الايه؟ المسيح، لان قيمتها من قيمة الايه؟ المسيح اللي شايلاه. عشان كده دايما اللحن الجميل بتاع اللي احنا قلناه دلوقتي في الزفة، افرحي يا مريم لان الذي ايه؟ في حجرك الملائكة ايه؟ تسبحه. يبقى المنظر ان الست العذراء شايلة على حجرها الطفل يسوع والملائكة ايه؟ بتسبحه. حاجة الجميلة نركز شوية في الالوان وفي حركة الست العذراء نفسها جميلة خالص. بنلاقي ان دايما الست العذراء شايلة سيد المسيح على ايديها الايه؟ الشمال، لان جلست الملكة عن يمين الايه؟ الملك. دي مهمة خالص. الحاجة التانية ان حوالين الست العذراء هالة وحوالين السيد المسيح هالة، لكن حوالين السيد المسيح الهالة بتاعته حد الكتف بتاعه، لان هالته كان ايه؟ الصليب اللي شاله على كتفه. خلاص؟ لانما هالة الست العذراء بتكون حوالين راسها بس، ودايما بيبقى في علامة الثالوث القدوس على الهالة بتاعت السيد المسيح. لو قربنا شوية في ايقونات بتبقى اوضح، تلاقي في نجمة على راس الست العذراء من فوق، ونجمة على كتفها هنا، ونجمة تانية على كتفها كده. دي بتفكرنا بدوام بتولية الست العذراء قبل واثناء وبعد الولادة. يعني قبل الحمل واثناء الحمل وبعد الحمل هي ايه؟ بتول. هي عذراء دائمة البتولية. فالثلاث نجوم دول مهمين خالص. الحاجة الجميلة كمان ان التوب بتاع الست العذراء لونه ايه؟ لابسة 3 تتواب على بعض. للي يلاحظ كده من بره خالص التوب ده ازرق لون السماء، لان الست العذراء بنسميها السماء التانية. السماء التانية ليه؟ لانها شايلة العرش اللي هو المسيح. اي حتة يعني يوجد فيها المسيح يبقى العرش، يبقى الست العذراء زي السماء مليانة بالفضايل. علشان كده فيها نجوم كتيرة، مليانة بالفضايل. عشان كده ايه؟ فيها نجوم كتيرة كده كلها فضايل حلوة. تحتيها التوب بيبقى احمر، لان زي ما قال لها سمعان الشيخ انت ايضا يجوز في نفسك ايه؟ سيف. ده بيفكرنا بالالام اللي عانتها الست العذراء في حياتها. تحت التوب الاحمر ده في توب ابيض نقي كده تحتيهم، ده برمز النقاء بتاع قلبها وبتاع كيانها كله. كمان الست العذراء تلاقي راسها مايله ناحيه الايه؟ ناحيه المسيح. دايما ودنها ليها ودن ظاهره كده عشان تسمعنا بيها، ودن تانية تسمع السيد المسيح بيها. كمان راسها متضعه، دايما مقربه كده على بق السيد المسيح، عايزه تسمع ايه؟ صوته باستمرار. كمان ايديها بتشاور على المسيح، دايما ايديها ايه؟ تقول لنا بصوا للمسيح. كل التسبيح وكل الاكرام وكل السجود وكل التمجيد الحقيقي لمين؟ للمسيح. كل العبادة للمسيح. فدايما الست العذراء تكون مشاورة على الايه؟ على المسيح باستمرار. احنا بنكرم الست العذراء، انما مش بنعبدها ومش زي المسيح. لا طبعا احنا بنكرمها لانها ام الملك، ام النور الحقيقي، وبنفرح بيها لانها امنا. والتمجيد بتاعها لما نقول تمجيد او تمجيد قديس، المجد ده اول ما نبتدي نقول ايه؟ لحن التمجيد شمامسة المبروكين. اول ما بنبدأ التمجيد نقول ايه؟ اي قديس نقول ايه؟ كيس مرقوت اليثوس نمبكيوتن اغاثوس. يعني ايه؟ مبارك انت ايها الآل مبارك انت ايها المسيح مع ابيك الصالح والايه؟ والروح القدس. يبقى التمجيد الحقيقي بنوديه لمين؟ ها؟ لا نقول بصوت عالي. التمجيد الحقيقي بنوديه لمين؟ ونقول سبحوا الرب في جميع. عشان كده جمال كنيستنا ادت لكل مقام القديس المقام بتاعه،
ما ينفعش قديس يعلى عن المقام بتاعه، حتى الست العذراء. طيب الحاجة الجميلة كمان اتكلمنا عن تلاقي عينيها دايما ما بتبصش لحد، عينيها دايما بص على مين؟ او دايما ودنها بص على مين؟ على الطفل يسوع، لكن ايديها بتشاور عليه ودنها احنا كمان الكروبيم على اليمين وعلى اليسار وشايلين الصليب. ليه؟ لان قوة العلي ظللتها، العلي اللي هو المحمول على الكروبيم ظللتها، ظللت الست العذراء، قوة العلي تظللك. عشان كده الكروبيم ايه؟ حواليها كده، والكروبيم شايلين صليب، لان اساس رسالة المسيح الفداء، هو تجسد ليه؟ الفداء. فالبشارة بالخلاص للشيروبيم. طبعا الفن الروسي بقى بيرسم الصليب ايه؟ ليه عرضتين كده، فتلاقي بعض الايقونات بتلاقي فيها الصليب ليه عرضتين كده. حبيت النهارده ان انا بس ايه؟ القي الضوء شويه على ايقونه الثيوتوكوس اللي دايما